قلت ركزوا معايا. دلوقتي احنا هنتكلم عن الفصل العاشر. في فصل التاسع عرفنا ان معاويه بن حديج لم يحقق نصر كبير، ولكن حقق نصر ضئيل لو قورن باللي عمله عمرو بن العاص. ده اللي خلى امير المؤمنين معاويه بن سفيان يتضايق جدا جدا ويقرر يغير النظام. كان ساعتها النظام اللي يمسك حكم مصر يمسك ايه؟ الجيش. فغير النظام وخلى الحاكم ملوش علاقه بالجيش، وخلى قائد الجيش حاجه تانيه خالص. فبعت امير المؤمنين معاويه رساله الى عقبه بن نافع. الكلام ده كان سنه 49 هجريه. بيبلغوا ان انت من اللحظه دي هتبقى قائد الجيش، وانا بعت لك جيش من 10,000 مقاتل يجي لك لبركه عشان تاخدهم وتفتح كل البلاد حتى افريقيا، وتكمل اللي ما قدرش يكمله عمرو بن العاص. عقبه لما عرف الموضوع دوت فرح جدا جدا، وبعت او نادى بالجهاد في البربر. والاول مره في التاريخ جيش تكون من العرب والبربر تحت رايه واحده، رفع رايه الاسلام. عقبه بن نافع لما خد الجيش طلع اول بلد يفتحها وداها، اللي فتحها بصر بن أرطاء سنه 23 هجريه لو فاكرينها. لما وصل ودان وبعت لهم رساله قرروا ان هم هيحاربوه، هم ما يعرفوش عقبه. فدخل عقبه وهزمهم هزيمه قويه جدا، اظهر مهارته وقدرته. مش بس كده، ده قرر يجيب حاكم ودان لغايه خمده. حاكم ودان راح وقف قدام عقبه، وعقبه كان عنده ذكاء كبير جدا، مش مهم دلوقتي. وعقبه كان عنده ذكاء كبير جدا في التعامل مع الاشخاص، فخلى حاكم ودان واقف قدامه وقعد يتعامل كانه مش موجود. في اللحظه دي حاكم ودان كان مرعوب، كان خايف، كان يرفض عرقا. افتكر ان هو حارب المسلمين قبل كده ورفض دفع الضريبه وارتد عن الاسلام وزود الخلاف ان هو حاربهم مره تانية، فاكيد عقبه هيقتله. فعقبه بعد كده قال له ما تخافش ما تخافش، احنا مش بناكل الاسرى ما تقلقش. اعتقد ان من اللحظه دي لازم تدفع الضريبه بتاعت بصر بن أرطاء. ففرح قوي وقال له مش هسيب يوم او شهر ما يدفعش فيه الضريبه. وحد الضريبه 360 بعير او ما يقارب 360. وبعد كده طلع على فزان اللي فتحها قبل ايه؟ كانوا هم عارفين عقبه وعارفين قوته، فما رضوش يحاربوه واعلنوا الطاعه ليه، ودخلوا الاسلام فرحانين. الا الحاكم بتاعهم كان روماني يتمتع بملذات الرومان، ما يمشيش على الارض، ما لازم يتشال، وكان وثني يعبد الاوثان اللي هو اصنام على شكل حيوانات. فعقبه قرر ان هو يديه درس قوي جدا. فهو ما بيمشيش على الارض، عقبه جابه مشي على الاقدام لغايه خيمته، كانش تمام، لغايه خيمته 6 كيلو مشي على الأرض. دخل ملك فزان لقى عقبة جالس على الأرض في تواضع شديد جدا، حواليه جنوده يلعب ويهزر معاهم. بس عقبة كان ذكي في التعامل، دايما بيخلي اللي قدامه ميدوش أهمية لغاية ما يخاف ويترعب، بعد كده يتكلم معاه. وبعد ما خلص اللعب تعجب رسول فزان او حاكم فزان ازاي عقبه اللي العالم كله بيخاف منه وعامل له 1000 حساب قاعد في الارض في تواضع بيلعب وياكل مع الجنود بتوعه عادي، يعني مش متكبر ولا مغرور ولا حواليه حرس ولا اي حاجه. هو المسلمين كلهم وصحابه كده.
فقرر ان هو يدفع الضريبه ويخش في الاسلام 300 بعير. طب ليه فدان 300 بعير وودان 360؟ لان ودان كانت مساحتها اكبر وناسها. بعد كده كل بلد كان عقبه بيعدي فيها كان بيفتحها ويعلنوا الطاعه وبيسيب فيها نفر من الجنود او المسلمين عشان يعلم القبائل امور الاسلام واللغه العربيه، ما يغلطش الغلطه الاولى. لغايه ما جاء في يوم من الايام عمر قاعد كده وقال لهم احنا في حاجه ما خطرتش على بالنا خالص ولا حد فكر فيها، وازاي كل الفتره دي ما عملناهاش. هي ايه؟ هنعمل الحصه الجايه. الحصه الجايه